النهارده هنعمل مع بعض نقول فطائر او نقول طاجن. يعني بصراحة انا مش عارفة اسميله ايه. شكله حلو قوي. حاجة كيوتة خالص. تمام، حلو جدا لو احنا فكرنا مرة غيرنا وعملناها في عزومة او عملناها كده مرة كده وقت غدا. حاجة جديدة ومختلفة. طواجن الفراخ او اي نوع طبعا في الحشو زي ما احنا عايزين. كان عندي صدور دجاج مشوية ومحطوطة في التلاجة، بس احنا عارفين ان الصدور لما بتبيت بتبقى صعب اكلها. قلنا نعيد تدويرها. جبت دلوقتي العجينة، مج كبير من المية، مج كبير من الحليب ودافين، ونص مج من الزبدة او السمنة. هحطهم كلهم مع بعض، ومعلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، و5 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات. تمام، بعد ما نخلته وهعجنه وخلاص بقى هحطه في مكان دافي زي ما احنا عارفين في العجين بتاعنا بس. وبعد كده بعد ما هيختمر هطلعه، وبرده هعمله كور صغيرة زي ما هنشوف دلوقتي. وبرده بعد ما هخلص خالص هجيب دلوقتي الفرادة وافرده. تمام، دلوقتي انا جبت الدقيق وقلت افرده، بس للامانه انا بعد ما فردت ده وفردت الجزء التاني واحده تانية، بصراحه لقيت اني لما جيت افرد تاني لقيته مش محتاج دقيق. يعني لما نيجي نفرد العجينه دي افردوها من غير دقيق من تحت خالص. هتجيبوها عادي وتفردوها كده على الخشبه او على اي حاجه انتوا بتفردوا وخلاص. انتوا شايفين دلوقتي الفراخ دي هي دي اللي انا قطعتها، قلت اعيد تدويرها. جبت نقطة سمنة صغيرة وحطيت فيها فلفل الوان زي ما انا عايزة، وكمان فلفل حامي، وحطيتها فيها وقلبتها. وبعد كده جبت واحدة من الزبادي وحطيتهم على بعض كده. الزبادي طبعا بعد ما شلتها من على النار الفراخ وبس. ولقيت طعمها تاني اختلف، مفيش يعني ايه، عطيني طعم الشوي وفي نفس الوقت عطيني الطعم جديد اكني لسه عاملاها دلوقتي طازة بس. وما حطيتلهاش طبعا تتبيلات ولا اي حاجه. بس بعد ما عملت دلوقتي الطاجن بتاعي، تمام، جبت بقى كور صغيره وفردتها زي ما احنا شايفين، وبنبرمهم 2 على بعض. دي برضو اكن الغطا بتاع الطاجن زي ما قلنا في البدايه. دي كده ايه، حاجه كده ايه، مره دلع كده ان احنا نعمل حاجه جديده بس زي ما احنا شايفين. وبجد طعمها حلو جدا، والعجينه ذات نفسها حلوه قوي. بعد ما خلصت كده تمام، هنجيب برضو واحده تانية ونشوف بنعمله ازاي. زي ما احنا شايفين بنبرمها وبنحط الاتنين مع بعض وبنلفه زي ما قلنا. ده الغطا بتاع البرام اللي احنا عاملينه، يعني عاملينه من كل حاجة كده اكنه بالظبط هو. هنجيب دلوقتي صفارة بيضة واحط فيها معلقة كبيرة من الخل. تمام، الخل ده بيشيل الزفارة خالص زيه زي الفلفل الاسمر. وبعد كده ازين الغطا بتاع الطاجن كده بحبة البركة وبس كده. وهحطه دلوقتي في الفرن. بعد ما طلعته من الفرن وزي ما احنا شايفين الشكل حلو جدا جدا وكمان الطعم. ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب.